في سنة 92 ظهرت لنا في إيطاليا شركة اسمها باجاني، وده بسبب استقالة هوراسيو باجاني من لامبورجيني. ومن ساعتها وباجاني هي صاحبة الموديلات النادرة والقوية وأكيد الغالية جدا. العلامة معروفة بنسخها الخفيفة جدا، وده كان سبب تأسيسها في الأساس. شاسيه الموديل هنا بيكون كله كربون فايبر، ده خلاه مجرد حادث بسيط ممكن بيكلف كتير جدا، وأصحاب الموديلات دي بيحطوها في الجراشات بتاعتهم علشان يحافظوا عليها قدر المستطاع. في الغالب سعرها بيزيد مع الوقت كأنها قطعة فنية. لكن خليني أوريك كام موديل من باجاني عمل حوادث. الحوادث هنا بالملايين، مش مجرد حادثة وتروح تتصلح وخلصت الحكاية. هنا هيكلف التصليح أقل حاجة $100,000 وانت طالع. فقبل ما نزيع ما تنساش تسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوف توين تربو. وعلشان تبقى شايف الصورة كاملة، الشركة موديلاتها الأساسيين 3، الزوندا والوايرا واليوتوبيا، لكن الأخير اليوتوبيا لسه جديد تماما، فالأكشن كله هيكون مع الزوندا والوايرا. خلينا نبدأ على السريع مع أول حادثة مع موديل الوايرا، موديل نادر جدا بسعر $3 مليون. الحادث المرة دي حصل مع ولد بعمر 17 سنة، كان واخد الباجاني دي من أبوه، وهنا بيقرر يجري بالباجاني لكن للأسف بيفقد السيطرة. وهنا هنشوف الجزء الأمامي كله متكسر حرفيا، ما بقاش غير الكرسيين والمحرك. الموديل اتكسر واتطبق وما بقاش ليه ملامح. ولو لاحظت ان الحوادث دي بتحصل دايما بسبب قوتها، نفس فكرة موديلات فيراري كده، اغلبها بيبقى دفع خلفي للعجلات والمحرك بيكون خلفي وسطي، فالقوة اللي بينتجها المحرك على طول بتوصل للعجلات، ويبقى صعب جدا تتحكم فيها بالذات في الموديلات القديمة. هنا النسخة اللي هتتكحت دي كانت نسخة مخصوصة من الشركة لكبير الفورمولا لويس هامilton، كانت نسخة باسم باجاني زوندا LH، اختصار لأول حرفين من اسمه، وطبعا مخصوصة باللون الرهيب اللي ممكن ما يكونش فيه أجمل منه على باجاني. الموديل بالظبط بيكون اسمه زوندا LH 760، سعرها بيكون $2 مليون. صاحبها للأسف كان سايق بيها ودخل نفق وفقد السيطرة وعمل حادث مش قوي، لكن الجسم اتضرر جامد. الزجاج ومحور العجلات الخلفي اتكسروا والهيكل اتنى شوية، وطبعا ده هيكلف كتير جدا. وهنا بتكون بالمحرك التقليدي للزوندا V12 7300 cc من AMG، معمول له هنا تيون عشان يطلع 760 حصان و780 من عزم دوران. في برضه واحدة من الحوادث السيئة جدا حصلت لموديل الباجاني وايرا، ولكن المرة دي في تراك مونزا بيحصل الكراش مع البورش GT2 RS. الحادث المرة دي بيحصل مع البورش GT2 RS. حقيقي ما اقدرش احدد مين الغلطان، الباجاني خففت السرعة بطريقة زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت البورش كان طاير، لكن ده تراك برضه في الاخر. اعتقد ان الجي تي 2 حقها والزيادة انها تجري براحتها، هي معمولة لكده اصلا. فمشها بورشة وهي داخلة في الباجاني كان غريب الصراحة. تفتكر كده تصليح الاتنين دول هيكلف كام؟ بس تعالى اوريك شخص متهور جدا في دبي. فاكر الامطار اللي حصلت من فترة قريبة؟ ساعتها في سوبر كارز وهايبر كارز حتى غرقوا وكانوا بالملايين، لكن في موديل صاحبه افتكر نفسه راكب باترول مثلا، وقرر انه هيخش ويعدي بركة المياه المرتفعة جدا دي. كان معاه موديل اليوتوبيا كمان، موديل جديد خارج بسعر $2 مليون. هنا اي غلطة هتكلف بالالوفات على طول، لكن للاسف طلعت اخبار انه بعد ما مشي في المياه دي الموديل عطل تماما، وبعد كده محدش عرف ايه اللي حصل مع الموديل ده. ومن ايفنت جود وود لسنة 2019 يحصل خبطة لموديل الباجاني زوندا ار. الموديل ده جسمه كله كربون فايبر، وهنا سعره اكتر من العادي، ممكن يوصل للضعف حتى. فهنا الخبطة حصلت بسبب ان صاحب الموديل كان بيلف المنعطف الشهير في الايفنت ده، لكن للاسف دخل في السور الموجود في المكان. ساعتها حصل كسر في الاكسدام وشوية خدوش، ووقع جزء من السبليتر الامامي في الارض، تقريبا ملحقش يدوس فرامل او يوقفها ساعتها. تخيل نفسك مكانه سايق موديل بالملايين وكل الناس بتصورك، وفي الاخر تخبط ويتكسر منه حتة كمان. في بقى حادثة مشهورة جدا حصلت في هونج كونج لموديل الزوندا اف. الموديل ده تحديدا من اندر واغلى الباجانيات اللي اتعملت. عايزك تعرف ان مفيش منه غير 25 نسخة بس في العالم، فتخيل سعره هيكون كام؟ $10 مليون. تخيل تعمل حادثة بموديل $10 مليون. الراجل عمل حادث وفقد السيطرة عليها تماما، وزي ما هو باين قدامك ان الموديل اتدمر تماما. من قدام مفيش اي حاجة غير الكاوتشين، ومن ورا الكاوتشات والجزء الخلفي مبقاش موجود اساسا. لكن الحاجة كويسة ان صاحبها ما حصلوش اي حاجة، خرج سليم منها، بس الباجاني للاسف ما خرجتش سليمة خالص. على الناحية التانية في الصين حصلت حادثة برضو لموديل الزوندا السي 12
12 اس باللون ابيض. السواق كان واخدها لفة في الصبح بدري جدا، لكن للأسف عمل حادثة واتدمرت البجاني. بيخرج منها هو سليم، لكن الموديل زي ما انت شايف كده. لو رحنا بقى لفرنسا هنلاقي حادثة لموديل الوايرا بيرل، حادثة حصلت في باريس سنة 2016. السواق ما كانش كفاءة للموديل ده، زي ما قلنا النسخ دي غالية وقوية جدا وبتفقد السيطرة عليها ممكن بسهولة، فما بالك بقى ان السواق نفسه ما كانش اشطر حاجة، اللي ادى انه فقد السيطرة عليها وبيخبط في موديل بيجو 308 كانت راكنة في الطريق. ساعتها الجزء الخلفي من ناحية الشمال اتدمر خالص، والعجلة بتتخلع من مكانها وبنشوف من وراها نظام التعليق. اجزاء برضو من الكربون فايبر والاكزوست بتكون متدمرة بشكل كبير. هنا يبان لك ان مالكها سعودي بحيث ان النمر من السعودية، بس طبعا صاحبها راح صلحها ورجعها تاني للطريق. ومن انجلترا معانا حادثة من الطريق السريع. حصلت الحادثة لموديل الزوندا اللي سعرها 1.5 مليون جنيه استرليني، ويقال انها كانت ماشية بسرعة عالية جدا، والسواق فقد السيطرة عليها وانتهى بيه المطاف في السور، لكن لحسن حظه ان هو ما حصلوش حاجة، لكن الموديل من قدام اتكسر خالص. خليني بقى اوريك حادثة بسعر 15 مليون دولار، دي ممكن تكون اغلى بجاني معانا في الفيديو ده، لموديل بجاني زوندا باركيتا. الحادث حصل في كرواتيا لتجمع السوبر كارز المشهور اللي بيحصل هناك. كل وحوش الهايبر كارز اللي ممكن تتخيلها كانت موجودة في الايفنت ده، زي البوجاتي شيرون والزينفو والابولو اي وكتير طبعا معاهم البجاني زوندا باركيتا اللي احنا بنتكلم عليها. الحادثة حصلت ان الموديل ماشي والسواق ما كانش بيجري ولا حاجة، كان في مسيرة من الايفنت من مكان للتاني، كل السوبر كارز هنا كانوا ماشيين ورا بعض، لكن في منعطف خفيف اتزحلقت البجاني منه وبتخبط في فورد فيستا من الجنب. حقيقي منظرها يحزن بعد الخبطة، كالعادة الكاوتش وانظمة التعليق بتتخلع تماما من مكانها، ودي حاجة غريبة صراحة لان الحادثة هنا ما كانتش جامدة خالص، بيغطوها وبتحس ان البجاني خلاص كده ماتت. هنا بنتكلم على نظام تعليق بآلاف الدولارات اتكسر خالص، واكيد اعتقد برضو المحرك حصل له ضرر كبير، ده غير ان الهيكل هنا كله من الكربون فايبر، اي حاجة بتحصل له بيتم اعادة بناؤه بالكامل. في حادثة بتحصل برضو في جمهورية التشيك لموديل البجاني زوندا سي 12 اس، واللي اتقال عن الموديل ده ان بجاني صنعت منه 5 نسخ بس. السواق هنا بيفقد السيطرة زي بقية الحوادث، بينتهي بيه المطاف في حفرة وبيخبط في شجرة في نفس الوقت. للأسف الموديل من قدام اتدمر بشكل كبير، ولكن بعدها في 2017 راحت لمركز بجاني ورجعوا صلحوها ورجعت للطريق من تاني. في أمريكا بقى حصل حريق لموديل بجاني يوتوبيا جديد خالص. شركة بجاني ساعتها كانت عاملة حفلة لانطلاق الموديل ده في أمريكا، لكن مرة واحدة كده ومن غير أي مقدمات لقوا دخان طالع من المحرك، وللأسف الموديل بيتحرق بالكامل، والنسخة دي بعدها محدش عرف ايه مصيرها. خليني أوريك بقى نسخة وايرا معمولة خصيصا لرجل الأعمال كريس سينج. الراجل ده ثروته تقريبا تقدر ب 200 مليون دولار، فالموديل اللي عمل الحادثة كان مبني مخصوص ليه هو، باسم وايرا لامونزا ليزا، بيعمل حادثة على طريق سريع في ميامي في أمريكا. الحادثة دي حصلت إن عربية تانية خبطته من الجنب اللي ورا. هنا السواق قال إنه ما كانش متعاطي أي نوع من المخدرات أو إنه كاسر السرعة بطريقة عالية. قال برضه إن البجاني قوية جدا لأنها استحملت الحادثة اللي زي دي، وصاحبها طلع قال إن الأضرار تجميلية، ميكانيكا الزوندا هنا كلها سليمة. في دبي برضه حصلت حادثة لموديل زوندا اف باللون الأصفر، صاحبها ساعتها كان لسه مستلمها، لكن للأسف العربية عومت منه وخبطت واتدمرت في الآخر، لكن شركة بجاني رجعت عملت إعادة إحياء للوحش ده من تاني. الكربون فايبر قوي أكيد، لكن الشجر أقوى منه بكتير، ودي مقولة تتقال حرفيا عن الحادثة دي لموديل الزوندا اف برضه، ولكن من بولندا المرة دي، لشخص كان بيلف بيها في الريف البولندي، لكن للأسف خبط في شجرة والنتيجة إنها اتدمرت، والكربون فايبر الجميل هو كمان اتكسر جامد. وقريت كده إن إعادة تصليحها كلفت حوالي 300 ألف دولار. تقريبا أنت زهقت من موديل الزوندا، لكن خليني أختم مع آخر موديل زوندا اف برضه. الحادثة دي بتحصل في إيطاليا، واللي كان سايقها تقريبا كان ماشي على سرعة 300 كيلو. كالعادة هنا هيفقد السيطرة، لكن لحسن الحظ بيخرجوا منها هما الاتنين سلام، لكن البجاني حرفيا ما فيهاش حتة سليمة. فحبيت أختم بحادثة كانت على سرعة عالية جدا جدا، والسواق ده كان اتمسك قبل كده كذا مرة بسبب كسره للقوانين والسرعات العالية جدا. وفي النهاية أكيد موديل الزوندا هو اللي ليه النصيب الأكبر في حوادث بجاني. برجع شوف برضو الفيديو اللي عملناه عن الخروج عن السيطرة مع بوجاتي فيرون المرة دي. وبس كده، سلام.